السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وبسعادة وهنا. بشكركم على تفاعلكم مع فيديوهاتنا، ويا رب تكون فيديوهاتنا نالت اعجابكم. تحياتنا للجميع. النهاردة الفيديو بتاعنا مهم جدا لكل مبتدئ او كل غاوي حمام مبتدئ. النهاردة هنتكلموا عن العمر المناسب لزواج الحمام. يعني ايه يا ابو سجدة العمر المناسب هو جواز الحمام؟ معناه ان انت ممكن تجوز في سن معين. ايوه، ما ينفعش ان انت تجوز الحمام في اي سن، وهعرفك ازاي تعرف سنه. تمام؟ وعملي هيبقى قدامنا باذن الله، عملي هوريك. تمام؟ فان انت تجوز الحمام ده مش تجوزه وخلاص، والطريقه الصحيحه. احنا لسه ما جوزناش الحمام طبعا، بس انا بحاول ان انا اقول لك عشان في ناس كتير اكيد دلوقتي بدات ان هي تلقي الحمام. انا لسه ما لقيتش الحمام، بس هديك المعلومه عشان خاطر الناس اللي هي شغاله باستمرار. تمام؟ يعني بتلقي باستمرار، الحمام شغال عندها صيف شتاء. فانا النهارده هقول لك العمر المناسب لزواج الحمام، وان انت لو اتجوزت الحمام في اي عمر هيحصل ايه معاه. تمام؟ قبل كل شيء ما تنساش لو مش مشترك في القناه يشرفني اشتراكك، وما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو، واسمع الفيديو للاخر، شاهد الفيديو للاخر عشان خاطر تستفاد، وانا مش هطول عليكم. بصوا حضراتكم، دي تيرا، دي تيرا. بصوا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، دي تيرا اولاد صافي. تمام؟ التيرا دي اولاد صافي. تمام؟ بصوا يا جماعه، التيرا دي اولا انا هعرفك ازاي الاول تعرف السن. بص حضرتك، ده ريش بتاع الحمام. الريش بتاع الحمام ده اللي بيترتب عليه سن الحمام. تمام؟ السن اللي هو هيبقى المناسب للجواز بتاعه، للزواج بتاعه. تمام حضرتك؟ بص الريش طبعا احنا متفقين ان الريش ده 9 ريشات. تمام؟ 9 ريشات، كل 15 يوم بيرموا ريشه. كل 15 يوم بيرمي الحمام ريشه. تمام؟ هعرفك كمان تعد الحمام. في ريشه بتبقى فيها دم. بص حضراتكم اهي، شايفين الريشه دي؟ الريشه الصغيره دي اهي واضحه قدامكم، دي مليانه دم. تمام؟ كل ما دي بتتملى دم وبيخلص الدم اللي فيها، بتقع وبتنشف وبتنزل وبتطلع واحده مكانها. بتقع وبتنشف، بتنشف وبتقع وتيجي واحده تطلع واحده مكانها. تمام؟ بتفضل الريش ده يتعدي كده، ده من اول ما يبقى زغلول. من اول حضرتك ما يبقى زغلول، من اول ما يبقى زغلول. تمام؟ فدي عليها كام؟ اخر ريشتين دول اسمهم الصمه والعديله. اخر ريشتين دول اللي هم بيبقوا الاخاره دول بيبقى فيهم دم. تمام؟ واحده اللي هي بتبقى فيها الدم والثانيه بعديها لسه. دول بيبقوا صمه وعديله. الصمه والعديله دول لازم يخلصوا كمان، لازم يقعوا. تمام؟ عشان تعرف ان انت تجوز الحمام. كده بيبقى سنه خلاص، كده سن الزواج بتاعه. ليه؟ لان كل 15 يوم بيرمي واحده. انت لما تجوزه قبل الريش ده ما يقع، او في نص الريش ده ما يقع. تمام؟ لو عليه مثلا دول، بص دول كده عليه 3 ريشات. بص اهو، ادي 1 2 3. الريشه دي اللي هي فيها الدم دي بتبقى صغيره اهي. اهي بص حضرتك اهي، اهي بصوا تبقى صغيره ازاي. يا رب تكونوا شايفينها حضراتكم، انا بحاول اجيبها لكم اهي. يا رب تكونوا شايفينها. شايفين الريشه اهي؟ اهي بص حضرتك اهي. الريشه اللي بتبقى فيها الدم دي بتبقى صغيره اهي، وبتطلع مكانها واحده ثانيه. تمام؟ ده كده عليه 2، يعني ده كده عليه 3 اهو. 3 ريشات، والريشه اللي هي الصغيره اللي هي من بعد العد اهي، شايفينها اهي؟ الصغيره ديت اهي، اهي بحاول اجيبها لكم. تمام؟ يبقى ده التيرا دي عليها 3. ما ينفعش الاقيها غير لما نخلص ال3 ريشات. ليه؟ هقول لك السبب بقى ليه. تمام؟ يبقى كده احنا متفقين ريش الحمام بيبقى 9 ريشات. ادي 1 2 4 6 8 9 اهو، 9 ريشات. تمام؟ 9 ريشات.
اهو 2 4 6 8 9. التسع ريشات اهو. تمام. كل 15 يوم بيرمي ريشه، الريشه اللي تقع بتطلع مكانها واحده فيها دم، الريشه اللي تقع تطلع مكانها واحده فيها دم. فانت عشان تعرف تعد ريش الحمام وتعرف السن بتاعه، تمام، بتعد من الريش دوت. اول ما بتقع واحده بتلاقي الثانيه جنبها صغيره وفيها دم، وهكذا كل 15 يوم بيرمي ريشه. فبيبقى سنه صغير طول ما هو بيرمي ريش، بيرمي ريش، بيبقى سنه صغير. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا دي اولاد صوف يا جماعه. تمام، متفقين؟ فانت ما ينفعش تلاقي الحمام طول ما هو عليه ريش، ده بيبقى شبابيات. تمام، ده بيبقى شبابيات. فانت عشان لو انت لقيته وهو لسه بيرمي ريش، لو حضرتك لقيته وهو لسه بيرمي ريش يعني جوزته وهو بيرمي ريش، اولا الذكر مش هيعرف يكسر لو ذكر. ليه؟ لان لسه عيل ما يعرفش، لسه عيل. تمام. النتايه لسه الجهاز التناسلي بتاعها ما تكونش صح، هتبيض بس هتبيض لك بيضه صغيره وممكن البيض ما يعمرش. يبقى انت كده لو عندك حمامايه مثلا مستوى زي اللي انا وريته لك دوت، تمام، او مستوى زي ده ابلق، وعاوز تجيب منه طلع منه حمامتين كويسين اهو. الابلق اللي زي ده مثلا اهو، دي تيرا. بصوا حضراتكم، دي تيرا عليها ايه؟ التيرا دي عليها صمه، دي مخلصه كمان، دي لسه مخلصه. التيرا دي لسه مخلصه، التيرا دي لسه مخلصه. تمام. دي كده ممكن انا اجوزها، بس الذكر اللي فوق اصغر منها ما ينفعش ان انا اجوزه. تمام. فالتيرا الجهاز التناسلي بتاعها دوت لسه ما تكونش. لو التيرا عليها ريش هتضطر ان هي لسه اولا مش هتعرف تقعد للذكر، وثانيا الذكر لو صغير برضه مش هيعرف يكسر عشان لسه عيل، لسه الجهاز التناسلي بتاعهم ما تكونش مظبوط، لسه يعني لسه وقته ما جا، يعني وقته ما جاش. تمام يا شباب. فانت حضرتك عشان تجوز الحمام، تمام، في سن معين للجواز. انت ممكن الفلاحي بيشتغل عادي بالنسبه له، صغير كبير مفيش اي مشكله بالنسبه له، ده فلاحي. لكن انت كغاوي نش او غاوي فرخ مستويات حلوه، تمام، او مستويات على القد، برضو ما ينفعش، لان انت كده هتجوز ومش هتطلع انتاج. فانت الصح حضرتك ان انت لازم تجوز الحمام في السن اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت، زي ما وريت لحضرتك عد الريش. تمام. بيبقوا 9. اول ما ترمي واحده بتلاقي الثانيه في النص. تمام. بعديها اللهم صل على النبي، بعديها بتبقى فيها دم، بتترمى ب 15 يوم، الثانيه نفسها 15 يوم لحد ما بتبقى في اللي هي الريشتين الاخرى دول بيبقوا الصمه والعديله، دول اخر حاجه لازم ينشفوا ويقعوا تبدا تجوزهم. كده يبقى الجهاز التناسلي بتاعهم بدا ان هو يتكون، هتبيض لك البيضه كويسه وهتطلع لك انتاج كويس، والذكر هيعرف يكسر والدنيا هتمشي. تمام. الفيديو اللي جاي باذن الله يا جماعه هنقوله ازاي تجوز الحمام بالطريقه الصحيحه، لان في جواز حمام بكذا طريقه. لازم تشغل دماغك في السلاكه، مش طريقه واحده ان انت ممكن تجوز فيها. ممكن قص، ممكن يكون ذكر انت شلت منه الطيره وعاوز تديله طيره ثانيه، كل ما تيجي تحط له طيره يضربها، كل ما تيجي تحط له طيره يضربها ويورم عينيها ويكسرها. انا هقول لحضرتك السبب ايه. حتى لو حطيتها قصاده في عين ثانيه مش هينفع، مش هتقدر برضو تجوزه، هيعاند. هقول لحضرتك انا ليه. الفيديو اللي جاي انتظرونا، الفيديو اللي جاي هيبقى اقوى، هعرفك ازاي انت تجوز الحمام بالطريقه الصحيحه او بكذا طريقه. وانت في سلكتك لازم تشغل دماغك. السلكه دي يا جماعه انا حبيت الفرخ عن النش. انا حبيت الفرخ عن النش ليه؟ الفرخ يا جماعه فيه تشغيل دماغ، لازم تشغل دماغك. ازاي تشغل؟ ان انت تشغل ذكر على طرتين او 3. تمام. ازاي؟ ان انت لو الحضان ما اكلش كويس تقدر ان انت تاخد الزغاليل وتحطها في حضان تاني، تبدل بالطريقه. تمام. وازاي ان انت تبدل الحصى، كل ده
هنعرفوه مع بعضينا باذن الله بطريقه سهله جدا جدا جدا. وصدقوني الفرخ جميل اجدع من وش النش. النش جميل مش وحش، بس النش طول ما انت بتنش ولاقي اللي بيقرفك ولاقي اللي بيخنقك انت هتتخنق من النش من الاخر. لكن السلاكه انت جواها بتشغل دماغك فيها، وممكن تسيب الحمام وتقعد تاكله كده اهوت وهتتمتع برضه. الساعتين اللي انت قاعدهم هتتمتع فيهم. معلش انا طولت عليكم في الفيديو، بس انا بقول لكم ان لازم السلاكه دي تشغيل دماغ فيها كله. التشغيل كله في السلاكه، لازم تشغل دماغك في السلاكه عشان خاطر تنتج. وتحياتنا للجميع، وما تنسوش اللايك، ولو مش مشترك في القناه يشرفني اشتراكك لو انت اول مره تسمع الفيديو. ويا رب تكونوا استفدتم، وانتظرونا في الفيديو اللي جاي باذن الله هيبقى اقوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.